مرة أخرى نعود، وكان موضوع بتاعنا الفرصة الثانية، وعندنا تواصل على الفيسبوك. أول تواصل يا منى بيقول إيه؟ أحمد فهمي على الفيسبوك بيقول هو مطلق من 5 شهور، والسبب إنها كانت بتسمع كلام مامتها، وبيفكر في الفرصة الثانية إن هو ممكن ينجح فيها، يعني قادر إنه ينجح. إحنا بنقول دايما الأستاذ أحمد وكل مرة تجربة بعد فترة الطلاق لازم نعمل وقوف كده خالص لمدة سنة، من سنة لسنتين أحيانا بعض الناس، لأنه التجربة بتفضل داخلية جوانا قوي. بنبدأ نقارن بين حياتنا الأولانية والحياة الثانية، بنبدأ نفتكر الذكريات سواء حلوة أو وحشة، فبنبدأ نظلم نفسنا وبنظلم الطرف اللي احنا هنلتقي بيه. فلابد ان احنا ناخد مساحة توازن نفسي عشان يرجع لحالته توازن نفسي وبعدين يعرف تماما ان هي التجربة الثانية ليه. ما هو مش هياخد واحدة تاني انا ما اعرفش هي اللي غلطانة ولا هو اللي غلطان، احنا بنسمع من طرف واحد. لا هو يبقى طبيب نفسي للزوجة ولا هي تبقى طبيب نفسي ليه، بمعنى انه انا فشلت فلازم انجح في التجربه الثانيه، لا اطلاقا. ودي في موضوع الزواج بالذات احنا بنحط عليها كذا خط. مش معنى ان انت فشلتي في زواجك الاولانيه ان انت معناها ان انت تنجحي في زواجه ثانيه، او العكس، او العيب منك او العيب منه. ودي مهمه جدا، الحته دي مهمه جدا. يعني انت ممكن تجربي وتزوجي زواجه تانية وفشلتي، مش بالضروره يكون عيب منك او منك. دكتوره عواطف ريهام على الفيسبوك بتقول لنا انه ممكن يبقى الانسان بيخش فرصه تانية وثالثه ورابعه، لكن في بعض الناس عندها استعداد للفشل، مش عاوزه تنجح. يعني انت حمار يا حمار. والله ما بعرف. اكيد هم استعدادهم كده، يعني هي خلاص تقوقعت داخل الفشل، وهيبقى حياتها سلسله من الفشل والتعاسه. لا طبعا انا مش قصدي على ريهام بس انا يعني بقول لكم المثل. الخوف من الفشل على فكره هو اللي بيحققه. اكيد يعني لازم الانسان يتحرر من الفشل، يعني لو من الخوف. لو جبتي طالب مثلا في الدراسه وهو خايف ما ينجحش في الامتحان، ممكن يفشل، ممكن يرجع الصبح ويفضل تعبان وما يحلش. هو طالب كويس. انا بنتي عملت الفشل بيحققه اكيد. انا كنت سألت مفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها نفس الظروف. هيحط نفسه وما عملش تحويل المسار، طب ما بالتالي هيفشل. لكن لازم ان هو يدرس الحاجات اللي هو فشل فيها. عشان اسمح لي السؤال اللي في الفاصل اللي قبل الفاصل لما قلنا انه ممكن تبقى الفرصه الاولى هي الفرصه الثانيه، يعني زي منى مثلا ثانيه في الفرصه الاولى هي نفس السؤال يعني لو منى مثلا حاولت تخلي الفشل ده نجاح في الفرصه الاولى، هي ما دام في حب وما دام في اي حاجه في الدنيا احنا اشتغلنا عليها ونفسنا نحققها، اي حلم اي فكره اي حاجه اشتغلنا عليها صح جدا جدا وما حققناهاش وحطيناها في دماغنا ان احنا نحققها هننجح. فما تقول لها على السر بتاع 30 يوم ده بتاع اللي قلت عليه، رشدة ال 30 يوم اللي بترجع الرجاله والعيال. لا انت ممكن طبعا يعني في زوجه من الزوجات مثلا في عارف يعني الزوج عرفت ان زوجها على علاقه بواحده، فجي قال لها انا هتجوز تاني عشان انت بصراحه انا شايف ان انت مش نفس يعني الاهتمام ولا حبيتها من 18 سنه. فقالت له والعشره كلها طبعا زعلت وامتصينا غضبها وقعدنا كانت الصدمه الاولانيه انا وكده طبعا. فبدانا بروشته عمليه ان احنا نبدا نشوف طب احنا كنا مخطئين في ايه، او ايه اللي حصل، الجفاء اللي حصل اللي وصلته ان اول واحده يتكلم معاها او وهو زوج مخلص بدا انه يتحول. ايه بقى الفرصه اللي حصل ان انا قلت لها ابداي استعيدي اول 30 يوم زواج انتوا اتجوزتوا مع بعض من 18 سنه، من اكل، من طريقه لبس، من طريقه حضور، كل على فكره الحاجات دي على فكره احنا احيانا بنقولها واللي هي شموع. لا الورده للمراه وانا بقولها على مسؤوليتي طبعا. الورده هو العامل السحري لاي راجل الصمت يصنع امراه باكيه. بموت في الورده. راجل الصمت بيصنع امراه. هي هنا عملت نجاح عملت نجاح، بدات تستعيد ده. الست هنا بتحب المشاعر، احاسيس ودانها، بس مش على طول ورد مش على طول بالتوازن. طب والرجل يعني والراجل عايز شويه ورد وحاجات ثانيه نفس يعني الست برضو احيانا ما احنا مش هنيجي على الراجل. ما انا بقول له الراجل احيانا بيبقى في ظروف بره شغله بيرجع اول ما بتبدا تقول له مثلا الولاد عملوا سووا والى اخره. طب ابدأي حبيبي انت يومك كان عامل النهارده كلمه حلوه، لا النهارده مش عارف وقلت لك تعمل ما عملتش ومش عارف لا مش عايز يتواجه بالمسؤوليات. لا يتواجه يعني بس بعد لا اوكي يشيلها بس مش كل وقت، مش كل وقت اختاري ميعاد. فانا قلت لها ترجعي اول ما يجي جوزك تروح هتقول له تاخد اجازه وتديني فرصه 30 يوم وبعدين قرر خلاص انا هسيبك. قلت له هسيبك 30 يوم وهي تاخد اجازه من شغلها هي خدت اجازه وبقت شغاله عليه.
اللي بيحبه على نفسها وعليه، وبدات بقى بامور طب النهارده هنسهر، بكره طب انا مكسل بقى اروح الشغل، بدا طب النهارده هنسافر ويك اند، النهارده هلبس حاجه حلوه، النهارده حاسس انه مش قادر يقوم بنفس مهامه تاني مع الاخرى، وبدا يحصل من نوع من سوء التفاهم نفسه بقى. لان الحب عباره عن ايه؟ عباره عن فصول شتاء، الربيع بيبقى جميل وحلو، الصيف بيبقى حر بنتعب عشان نحافظ عليه، الخريف لو احنا عملنا حاجه كويسه هنعرف نتعايش، الشتاء بيبقى كمون، المراه تقدر تعمل كل حاجه مع الرجل في الشتاء، متغير له سلوكياته وتغير له اتجاهاته، هو ده اي حاجه في الدنيا. احنا الحمد لله في البرد، عايزه اقول لك انا صقيع، عندنا صقيع وتلج. اكتر حاجه ممكن تربط رجل العمر كله انك تحسسيه دايما ان هو على قمه اولوياتك. انت ست ناجحه بتهتمي بشغلك، اوكي، عندك اولاد لازم تهتمي بيهم، اوكي، عندك اهل لازم تهتمي بيهم، حتى لو هو مش حتى لو هو مش في المرتبه الاولى، حسسيه بكده ان هو على في قمه اولوياته. هو الراجل يدرك رجولته فين يا مدام؟ الراجل يدرك رجولته في اهميته وفي عيون امراه، ولكن المراه تدرك انوثتها في عيون كل البشر. يعني انت سوري كل الستات لا طبعا جوزها بس زوجها لا انوثتها ايه يعني مثلا ما في تقول لك ايه القمر ده زميلها، لكن ما فيش راجل هيجي الراجل، فالراجل زي ما قلنا لازم يحس ان هو ايه ملك، وهي تحس ان هي ملكه، عنده زوجها هيدور عليه بره. صحيح. ناخد محمد معانا في التليفون ونشوف. محمد. الو اهلا محمد، ازيك؟ الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه مفيده، ازيك يا استاذه فريده، ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله. اهلا بيك. بمسي على الدكاتره اللي معاكم، وبمسي على الدكتور علاء رجب. انا عايز اسال سؤال، هو مش الفرصه الثانيه دي ممكن تكون الزوجه الثانيه هي بتعمل نفس عمل الفرصه الثانيه؟ ما هو ده اللي احنا قلناه في الاول. اوكي طب احنا ليه بقى، انا عايز من خلال البرنامج عايزين نوصل للسيده الشرقيه، سيده مصر، هي ليه سيده النهارده انا ممكن الاقي واحده توافق ان هي تكون الزوجه الثانيه، اوكي، وممكن اقنع زوجتي الاولى ان انا ممكن اتجوز عليها، ان انا عايز فرصه ثانيه مع الزوجه الثانيه دي، لقيت فيها حاجه مش لاقيها في الزوجه الاولى. طيب مراتك سامعاك يا استاذ محمد؟ نعم مراتك سامعاك وانت بتتكلم؟ استاذ محمد، اصل في حوار قبل كده حصل في الموضوع ده، ان انت عايز باختصار شديد جدا ان المراه المصريه تتقبل وجود الزوجه الثانيه في حياتها. الطرفين يا استاذه، خلي بالك الطرفين، انت ممكن برضه تلاقي زوجه اولى موافقه على زوجه ثانيه، وممكن تلاقي الزوجه الثانيه مش موافقه، تقول لك لا الاول انا معاك، تبقى لوحدك. هي انا اريحك وارد عليك بما ان انا امراه. مستحيل يا صديقي العزيز، انسى يا عمرو، انسى يا استاذ محمد. عايز اقول ان ده شهاده وفاه للزوجه، يعني انت بتيجي تقول لزوجتك كده انت بتقول لها شهاده وفاه، انت بتقول لها شكرا انت اديتي الخدمه بتاعتك، انا هبدا اجاوب. طب وليه ما يحبوش هما الاثنين ويعمل بينهم؟ ما ينفعش، لان اي راجل لو مع المشروع يعني الست، انا لازم اطلب من جوزي الست تقبل ان زوجها يبقى له علاقات في الخفاء ولا تصوري انه الست تقبل ان زوجها يتوفى ولا يتزوج بره. انا معاك، هي ثقافه المجتمع صعب انها تتغير، يعني لازم نغيرها من الجذور، بس يعني المنطق يقول والعقل يقول. استاذ محمد ثانيه واحده، الغريب في ايه؟ انا الاستاذ محمد فتح موضوع مهم جدا، ان الزوجه الثانيه بتوافق يبقى ليها زوجه اولانيه، ما عشان هي اللي جايه، هي اللي جايه بقى، هي الجايه عليه. لكن الزوجه الاولانيه طالبه موافقه استخراج ان هي تبقى. ناخد مكالمه ثانيه بتوافق الى حين، وبعد شويه ناخد مكالمه ثانيه. فريده. الو، اهلا فريده. اهلا بيكي، ازيك مدام فريده؟ الحمد لله، انا دايما بحب اكلمك دايما. اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا شايفه انه الفشل بيبقى من الست ومن الراجل، مش من الست او الراجل وحدهم. يعني هو لو حد ضحى شويه ممكن الامور تمشي، لكن يا دكتور ما فيش ولا واحده ست تقبل ان جوزها يجي يقول لها معلش انا هتجوز او هسيبك عشان اتجوز واحده ثانيه. مستحيل طبعا، لا يمكن تقبل. مش طبيعيه. طب ما يديها فرصه ثانيه تصلح نفسها. طب مدام فريده، بيبقى في رد تاني يقولوا لك ايه؟ يعني انت تقبلي، مش قصدي على حضرتك، لا كانت الدكتوره بتقول تقبلي مثلا ان احنا مجتمع يقبل ان الست تبقى عارفه ان جوزها ليها علاقات، بس لا طبعا برضو ليه؟ عارفه حضرتك يا مدام مفيده، الست جواها بتفضل مخزنه من اول خيانه او اول حاجه بتقعد تخزن، فهي ده اللي بيؤدي الى فشل اي علاقه. ان هي الاول بتمثل انها مش هاممها، انها زي بعض وسامحته، عمرها ما هتسامح.
في اي فرصه هتفتكر هيرجع لها الشريط كله من اول وجديد. عمرها ما غلط هتسامح. كمان، ده مش نهايه الحياه. ده رايي، معرفش. ده مش نهايه الحياه، لازم تديله فرصه تانية. يعني لو اخوها اخطا خطا هتقول له معلش، يعني هتقول لمراته استحمليه مره واثنين، يعني لازم ندي فرص. على قدر الخطا يا مدام، راجل بيلعب بديله على طول او مش على قدر الخطا، خلق يعني. على قدر الخطا. احنا برضو مش عايزين نعمم الخطا خيانه، لا موضوع كبير نقف عنده شويه. ايه الخطا؟ ما هو الراجل في بعض الاحيان بيحتاج الزوجه ليه بيحتاجها عشان لما يغلط ما تدوش لواحده ثانيه تتبناه. لا ده هي امه وهتسامحه. لا ما ده في البدايه اصلا المراه بعض الاحيان بيحتاج عشان كده. الراجل عايز المراه حاصل جمع كل نساء العالم، عايزها كل صديقه حاجه. احنا نوعدكم ان احنا نتكلم في الموضوع ده تاني عشان حلقه تانيه. لازم عندنا دقيقه واحده. يعني نقدر نلخص الكلام اللي احنا قلناه في كلمتين ازاي يا دكتور؟ سريع عشان اقول ان احنا لازم نختار صح. لازم نختار صح، لازم نكون عندنا طاقة إيجابية إن إحنا نعرف نعيش حياتنا ونختار بإيجابية، ويبقى عندنا بدائل، ويبقى كل بديل لا يقل عن البديل الآخر علشان نقدر نعيش في توازن. ده بالنسبة لحياتنا يعني. طب دكتورة، لما نواجه مشكلة أو تعثر في أي مجال من المجالات ما نعتبروش إن ده نهاية العالم، نحاول نواجه نفسنا أولا قبل الآخرين. إيه اللي تسبب في هذه المشكلة أو إيه اللي تسبب في هذا الفشل، ونحاول نتلافاه في تجارب جديدة أو في نفس التجربة لو حاولنا نصحح المسار. صح. وفي إضافة كده إنه الريح اللي ما بتكسرش بتقوي. أكيد. بتقوي جامد. الله يفتح عليك. الإنسان ما يمر بحاجة صعبة قد كده بياخد التجربة بتثقله علشان يبقى هو في المستقبل أقوى كتير. تمام. احنا بنشكر حضراتكم، شرفتونا، وطبعا حديثنا دائما متواصل، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. بعد الفاصل هيكون معانا ضيفتنا الباحثة وفاء رفعت البسيوني، مؤلفة كتاب مصر بلا مدارس، ونشوف ايه حكاية التعليم في المنازل بعد الفاصل إن شاء الله.